الرجاء جمهورها راس مالها. السلام عليكم معشر الجراد، كيف راكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غبرنا عليكم هنايا، هادشي ما كيعنيش اننا غبرنا بصفه عامه. غتدخلوا الشان الاولى تما كاين راه فاهمين يدار دون الميركاتو والقادمون والمغادرون، فمرحبا بكم تما كاينه غابر زعما كاين ما تصحبوناش رحنا غابرين. المهم جيناكم عاوتاني بفيديو جديد وفقرات اشنو طريف في الرجاء. وصراحه كاين بزاف ما يتقالوا، كان من الممكن هادشي ندوي فيه البارح وقبل يومين، مي كتخلي الوقت حتى كتبرد عاد باش كدوي ديك الساعه. ومن هنا نيت فرصه مناسبه باش ندويو على ما يروج في محيط الرجاء ونناقشوا بيناتنا. فانت اللي كتفرج ما تنساش دير غير لايك ديال الكومونتير، الا كنتي جديد ابوني وزير ديك الصمته وغاتشي يلا بينا نبداو. غادي نبداو الفيديو ديالنا بموضوع الساعه او الموضوع الرائج حاليا عند الجماهير الرجل، واللي هو قضيه المدرب جوزيف زيمباور، والاسئله حاليا عليه واللي هو واش زيمباور غادي يمشي. الجواب المباشر ديال هذا السؤال هذا اللي كان من عند الرئيس قبل يومين وقال لنا المدرب مستمر مع الفريق، ولكن الا كان باغي يمشي راهم قادرين باش انهم يجيبوا البديل ديالو. بخصوص هذا الموضوع هذا ديال المدرب، اكيد انا وانت يا كرجاوي فرحنا ما بغيناش زيمباور يمشي، ولكن الا كان هو باغي يمشي حنايا اشنو غادي نقدروا نبدلوا في هذا الشيء؟ لا كان المدرب باغي يمشي راه مستحيل لا انا لا نتايا لا الرئيس انهم يحبسوا السيد. دار موسم خرافي مع الرجاء وطلع سميتو، وبكل واقعيه فراه عادي غادي يجيو عروض من فراقين اللي كبار، بلا ما ندويو على العروض الماديه حتى هي اللي تتقاطر عليه، ومستحيل انك انت تقدر تنافسوا من هذه الناحيه هذه. علاش بنادم على ما اظن راه بدا كينسى بان الرجاء راه غير هو البارح كان شاد واحد خونا وفرعنا ماديا، ويلا بدات كتقاد شويه بشويه. جوزيف زيمباور ياك المكتب هو اللي جابو، واصلا فاش جا حتى شي واحد ما كان كيعرفو. اذا هذا المكتب هذا قادر باش انه يعوض الرحيل ديال زيمباور، ونحاولوا نطلعوا بسميه الرجاء. وما نساوش بلي راه الرجاء راه هي اللي كدير اسماء الناس وماشي الناس هما اللي كيديروا سميه الرجاء. كل ثقه في المكتب الحالي، سواء بقى معنا زيمباور سواء مشى، فراه ما يمكنش اننا غادي نضربوا الخدمه ديال بزاف ديال الناس على قبل واحد الشخص اللي باغي يمشي. وهي عاوتاني من واحد الناحيه ما غاديش نكذبوا بان غادي يكون واحد التاثر بسيط بحال اسماء الا مشى المدرب، انت اش غادي يولي خصك تبدا تقلب على مدرب جديد، ودوك المدرب يلاه غادي يجي وغادي يبدا يعرف اللاعبين. ولكن انت كفريق بحجم الرجاء راه خاصك تكون كتوقع اي حاجه ممكن انها تجيك مستقبلا. على سبيل المثال هذا البلان هذا ديال المدرب، قضيه المدرب واش غادي يبقى معانا ولا لا، هذا البلان هذا اللي غادي تعرف 48 ساعه الجايه، خصوصا ان الرجاء ما عندهاش الوقت وبقات ليه اقل من 15 يوم على بدايه المعسكر. يعني بحال اسماء الا كان غادي يكمل معنا راه غتكون مزيانه وغادي يكمل على الرحله ديالو، اما الا ما كانش غادي يكمل راه غتكون الرحله من اجل البحث على مدرب جديد باش انه يبدا الموسم ديالو كامل من المعسكر ديال النادي حتى النهايه ديالو. في نفس السياق وهذا الشيء اللي غادي ربطنا ببلاغ الكورفا السود اللي كانوا فيه بزاف ديال الميساجات لبعض الرجاويين اللي فقط سمعوا رحيل الطاقم التقني وامكانيات رحيل المدرب، تشكوا عليك برحيل الرئيس واللي معاه حتى هو. ملخص بلاغ الكورفا السود يشكروا فيه اللاعبين والطاقم على الموسم هذا الاستثنائي اللي داروا، وطالبوا بالحفاظ على الركائز. وكانت رساله لاي واحد بغى يبقى معنا فرا قالوا لي مرحبا به، واي واحد بغى يمشي فرا قالوا لي شكرا والله يعاونه. وايضا وجهوا رساله للمكتب البحث على موارد ماليه، خصوصا من بعد المعاناه اللي كانت هذا العام واغلاق الملاعب، يكون اكيد انها ضرات الفرقه بزاف. وختموها بالحمله التوعويه للجمهور من اجل اقتناء بطايق الاشتراك اللي غادي يخرجوا في الايام المقبله. المهم غادي نرجعوا للفرقه وشنو كيتسنانا، والحمد لله ان بوادر النجاح نقدروا نقولوا انها بدات كتبان، خصوصا من بعد البرنامج الاعدادي اللي تحط. برنامج صراحه اللي كان جد احترافي بكل ما تحمله الكلمه، لدرجه ان حتى الجيران تما ولاو باغيين بحاله. المهم البرنامج الاعدادي اللي غادي يبدا نهار 19 وغادي يسالي نهار 22 من الشهر المقبل. وسط هذا البرنامج هذا اللي غادي يكونوا 4 ديال الماتشات وديه، اولهم كونتر الترجي التونسي، موراها ضد ريال بيتيز الاسباني، وموراها ضد العين الاماراتي في المغرب. والماتش الرابع اللي غادي يكون ضد فرقه في البطوله الوطنيه، وغالبا يا اما الزمامره يا اما السوالمي يا اما جديده، علاش هادو هما اللي غالبا كنلعبوا معاهم وديات بحال هاد الظروف هادي. غير هو في الساعات الماضيه القليله حتى كنتفاجئوا ببعض العراقيل، وقال لك السيدي حقا كاس التميز غادي يبدا نهار 10 في الشهر الجاي، وبالضبط نهار الرجاء غتكون داخله في البرنامج الاعدادي ديالها، وبالضبط داك النهار واللي غادي يكون عندنا فيه ماتش ودي ضد العين الاماراتي. وللعلم انهم سبقوا قالوا مسابقه كاس التميز مسابقه رسميه. فالسؤال وهو واش خاص الرجاء تدخل البرنامج الاعدادي ديالها على قبل هذا الكاس هذا اللي ربحتيه غتاخذ غير 150 مليون، او لا خاص الرجاء ما تشاركش فيه وتحافظ على البرنامج ديالها. وعلى حسب الراي ديالي شخصيا كيبان لي الا كانت العصبه غتقبل الرجاء باش انها تلعب بالفريق الثاني فمرحبا، ما كانوش غادي يقبلوا اللهم الرجاء ما تلعبش. انا شخصيا كيبان لي البرنامج الاعدادي احسن من هذا الكاس هذا، فرصه مناسبه نيت باش الرجاء تخلي البنادم يدي شي حاجه هذا العام هذا.
غادي تكون اكيد الا شاركنا فيه راه غادي نطمو حتى هو باش اننا نديو. فقرار المشاركه ولا لا اكيد راه غادي يكون بيد المكتب، هو اللي غادي يشوف مصلحه الفريق فين غادي تمشي. غادي نختموا الفيديو ديالنا بواحد التشويشه نقدروا نسميوه تشويشه بسيطه بدات كتخرج هاد الايام هادي، واللي هي الاخبار الرائجه على بعض الركائز ديالنا اللي كيقولوا بلي غادي يمشيو، بحال خرجت سميت بالعامري بولكسوت النفاتي وزيد وزيد، وكيقول لك بلي الرحيل ديالهم غادي يكون في هذا الميركاتو هذا، وبلي راه جاهم عروض كبار وما غاديش يكملوا معنا. هادشي اللي يكون اكيد ما كاينش. الفرقه والمكتب اول حاجه غاديين بهذا العام هذا واللي هي الحفاظ على الركائز، وقضيه راه اللاعبين راهم جاهم عروض راه شي حاجه اللي جد عاديه. جميع اللاعبين حاليا اللي كاينين في الرجاء من الزبير حتى لاخر لاعب جوهم عروض باش انهم يمشيو، وما يمكنش انت يدير موسم استثنائي، موسم بدون اي خساره وما يجوكش عروض. الا ما جاوكش عرف المشكل راه من الناس الاخرين. يعني قضيه العروض راها جد عاديه باش ان اللاعب ديالو يجوهم عروض وعروض اللي كبار، ولكن نبقاو في اطار واش هاد اللعابه بما انهم جاهم عروض راه غادي يمشيو. الجواب اللي هو لا. وقبل ما غادي نساليو هذا الفيديو هذا ما نساوش باش نقولوا مرحبا بلاعبنا الجديد المهدي الحرار. ديجا كنا قلنا وديجا كنا دوينا عليه، ولكن قبل لحظات حتى هو تم التقديم ديالو في الصفحه الرسميه للنادي. فمن هذا المنبر هذا مرحبا بك في الدار الكبيره. المهم هادو كانوا بعض النقاط دوينا فيهم. اكيد كلشي غادي تسنى شنو غادي يطرا مستقبلا، خصوصا في هاد اليومين هادو اللي جايين اللي غادي يبان فيها قضيه المدرب. واش غادي يكمل معنا بهذا غادي يقولوا له مرحبا بك، اما بحاله ما الا قرر انه هو اللي بغى يمشي فراه غادي نقولوا ليه الله يعاونه. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. هذا فيديو خفيف ظريف فقره اشنو طريف في الرجاء. عندك شي سؤال مرحبا حطو في لي كومونتير وغادي نجاوبك عليه اكيد الا كان عندي الجواب ديالو. بخصوص قضيه الانتدابات شكون اللي جا وشكون اللي غادي يمشي، فراه ديجا درنا فيديو في الشان الاولى فدخلوا تما كاين وتفرجوا. وحاليا فنبقى لي غير نقول لك بيس.